السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نتحدث إن شاء الله تعالى عن الإحراج الكبير الذي تسبب به هذا السؤال الذي طرحه الأخ زكريا على الفنان اليمني محمد الأضرعي. سوف نستمع إلى هذا المقطع ثم بعد ذلك نشرح ذلك الإشكال الذي طرحه محمد الأضرعي هنا، وهو عبارة عن شبهة طرحها. طبعا ليست شبهة بالمعنى الذي يتبادر إلى الدين أنها فقط شبهة يمكن الرد عليها، هذه لا يمكن الرد عليها. طيب لنستمع ونرجع إليكم. الله الله شكرك. مش أنت الوحيد، كثير أنت بالذات المعجبات يعجبنا الصوت. أنت فضيلتك لو قتل عليك شخص عزيز أعوذ بالله في مكان ما، هذه البقعة التي قتل فيها كيف يكون وقعها على قلبك؟ سأكرهها إلى العمر. طبعا هذا هو الإحساس الطبيعي في الإنسان، أنه لو قتل له شخص عزيز عليه في منطقة ما أو في مكان ما فإنه سيكره ذلك المكان. أو مثلا لو حصل له حادث في مكان ما، حادث سير مثلا، أو حصل له فقط شيء، يعني مثلا مكان ما حصل فيه خصام بينه وبين صديق عزيز عليه، ذلك المكان يعني يشكل عقدة بالنسبة إليه، بحيث إنه لا يزوره ولا يذهب إليه ويكرهه كما نكرهه، يعني كما يكره الإنسان أن يطارده أسد مثلا. هذا على سبيل المثال، هذا هو الشعور الطبيعي الذي أجاب به محمد الأضرعي هنا. لأنه قتل فيها عزيز، لأنه قتل ابني أو أخي، هذا سؤال يعني ما يحتاج، هذا بالعقل يعني. نعم بالعقل، هذا سؤال لا يحتاج إلى أن نسأل عنه. بالعقل الإنسان لا يحب ذلك المكان الذي حصل له فيه مكروه، كما لا يحب ذلك الشخص الذي يعني ألحق به ذلك المكروه. هذه المنطقة التي قتل فيها عزيز علي ستكون يعني أخس وألعن، وما أعتقد أنني سأتلفظ بجميع الألفاظ في هذه المنطقة، ولن أحبها ما حييت، لا أنا ولا أبنائي. وإنما أقول الإشارة هنا لا أنا ولا أبنائي، ستعرف يعني ما معنى هذه الإشارة ولا أبنائي، لماذا ولا أبنائي؟ هذه المنطقة التي أكرهها قد يحبها من قام بالفعلة الشيناء. نعم، ذلك الذي يعني ألحق بك ذلك الضرر وانتقم لنفسه في ذلك المكان سيحب ذلك المكان. لماذا؟ لأنه انتقم لنفسه مثلا. يعني لو كنت يعني مع عدو وتصارعتم أو شيء من هذا القبيل ثم هزمك، يعني سيحب ذلك الغالب والمنتصر، سيحب ذلك المكان. هذا طبيعي جدا. لماذا؟ لأنه حصل له فيه نصر عظيم. هكذا أجاب محمد الأضرعي. سبلهجنت منهج فناء. هذه اللقطة لم أفهمها أبدا، ولكن يعني أضحكتني كثيرا. انتصار كلما مر من هذه المنطقة. نعم. يشعر بالانتصار كلما مر من هذه المنطقة الذي قام بالفعل. نعم، وقد يعمل فيها احتفالات قد يعمل فيها احتفالات، وهذه الاحتفالات سوف نرى لماذا، يعني لماذا ذكر الاحتفالات إلى ذلك. الحمد لله أننا لسنا من هذا، الحمد لله أنا لم يمت علي عزيز ولم أقتل، وإنما إجابة لسؤالك. يتحدث هنا بصفته ملا، يعني شيعي، بصفته عالم من علماء الشيعة، يعني لم يقتل له أحد وكذا وكذا. الحمد لله. تفضل. من هذا المدخل كربلاء ماذا هنا أتت الصاعقة يعني لك؟ لماذا تصفقون؟ طبعا هذه اللقطة ضحكتني كثيرا لقطة حتى زكريا حبس فقط الضحك، ولعل الكاميرا لم تكن مسلطة عليه لأنه كان يضحك. لماذا تفرحون؟ حول تلك الضحكة حولها إلى بكاء. سألتني في نيني العين. هذه كربلاء لا دخل لها بالسؤال الذي تناقشنا. يعني يحاول أن يتهرب كما يتهرب ملال الشيعة من هذا السؤال، منه في الفائت. لماذا تجتمعون تولولون تفرحون تصفقون في مكان تقول أنه مات عزيز عليكم؟ لماذا؟ طبعا هذه هي الصاعقة. الشيعة يقولون أن الحسين عليه السلام قتل في كربلاء وأنه كذا وكذا، ثم يذهبون إلى ذلك المكان ويعملون احتفالات ويطبلون وكذا وكذا، وهذه الخرافات. هذا الفرح
لماذا هذا الاجتماع؟ الأسئلة الكيدية أنا أتمنى أن لا تكون تدقها خواشة ومن هذا المزناوات. أنا لست حق اسأل، كنت ستقول لي من البداية أنها على كربلاء، وعلى العموم ندخل في الكربلاء. طبعا هذا يمثل كيف يقوم يعني علماء الشرع حينما يذكرون كلمة يريد أن يوضح لك هنا أنه حينما يذكر كلمة الحسين أو المظلومية وكسر الضلع وفاطمة يحاول أن يبكي، يعني حتى الأضرع هنا يحاول أن يبكي ويبين لك كيف يبكي هؤلاء الملالي، يعني يبكون يمثلون على الناس، يعلمون أن كل هذه خرافات وخزعبلات، ولكنهم يمثلون لأجل أموال الشيعة العوام هداهم الله تعالى إلى سبيله المستقيم. طبعا ثم دخل في الموضوع كربلاء وهذه المسائل لا تهمنا. المهم هذه هي الشبهة، إذا كان ذلك المكان بطبيعة الإنسان الذي حدث له فيه شيء يعني لا يحبه، هذا المكان أصبح مبغضا إليه، فلماذا الشيعة يذهبون إلى كربلاء ويحتفلون فيها؟ ولو كان الشيعة منطقيون تلك المنطقة سيجعلونها منطقة محظورة لا يدخلها أحد. لماذا؟ لأن قتل فيها الحسين عليه السلام وكذا وكذا، رغم أنهم هم الذين قتلوا. أما ما يتعلق بقوله احتفالات أنا وأبنائي، فأبناء الشيعة الآن اليوم هم الذين يفعلون ما كان يفعله أجدادهم الذين شهدوا مقتل الحسين، الذين قتلوا الحسين. لذلك قال يحس بالانتصار، بمعنى الشيعة الذين قاتلوا الحسين أصبحوا يحتفلون في هذا المكان. لماذا؟ لأنهم يحسون بالانتصار، وعوض أن يقولوا إننا قتلنا الحسين وكذا، يعني لأنهم إذا قالوا إننا قتلنا الحسين ستقوم قائمة أهل السنة وقد قتلوا جد ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مصيبة عظمى، ويحتفلون بذلك لكي يجذبوا الناس إلى مذهبهم ويموه على الناس. ماذا يفعلون؟ يقولون إننا نحزن ونفرح ويعني نلطم ونبكي وكذا وكذا، وكل غرضهم من ذلك تجيش العواطف. لماذا؟ لينقضوا على العرب ويستولوا على العرب ويرجعوا ملك الكياسرة، ملك فارس. لماذا؟ لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو الذي كسر ضلع الكياسرة، فيقولون كسر ضلع فاطمة، لا، كسر ضلع الكياسرة، وهؤلاء يريدون أن يجيش الجيوش كما كان قبل ذلك، يعني مزامنة مع بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجيشون الجيوش ليأخذوا الطأرة لأحد الملوك واسمه موريس. اكتبوا فقط في جوجل يا لثارات الموريس أو يا لثارة موريس أو الموريسيات، وستعلمون أنها نفس الطريقة التي كانت قبل الإسلام ليستولي الكياسرة على الأراضي وعلى الممتلكات ويستولوا على العالم، نفس الطريقة التي كانوا ينهجونها قبل الإسلام، وأتى الإسلام وخرب ذلك الأمر، هي نفس الطريقة التي يستعملونها الآن. وسوف ترون تلك القصة إن بحثتم عنها في جوجل، يا لثارات موريس أو شيء من هذا القبيل، المهم اسمه موريس، اكتب فقط الملك موريس. إذا كان هذا كل شيء في هذه الحلقة. إن أعجبتك لا تنسى الضغط على زر اللايك ومشاركة الحلقة مع أصدقائك. كان معك يوسف المغربي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى.